ما تستناش حد يفتح لك الباب، انت اللي لازم تقوم وتكسر الحيطة. مشروع كبير كان مجرد فكرة، والفكرة دي كانت ممكن تفضل في الدرج كالعادة، بس في واحد قام وكسر واتحرك. بس ثواني هنا، يعني اساسا المشروع ببساطة هو نشاط اقتصادي انت عامله عشان يحقق لك دخل وتكسب منه فلوس، سواء كان منتج او خدمة انت بتقدمها او حتى تطبيق على الموبايل. وعشان تعمل مشروع لازم تفهم مكوناته الاول. اول حاجة الفكرة هي اهم حاجة، لازم تكون بتحل مشكلة للناس او بتضيف قيمة ليهم. حاجة دراسة السوق، تشوف مين المنافسين بتوعك والناس محتاجة ايه وبكام. رابع حاجة بقى الخطة التسويقية، هتوصل للناس ازاي، اونلاين ولا على الارض ولا بعروض. خامس حاجة بقى التكلفة والايرادات، هتصرف قد ايه هتكسب قد ايه. سادس حاجة بقى التنفيذ، ابدأ باللي معاك يا سيدي وجرب وطور طول ما انت ماشي. الناس اللي نجحت ما كانوش معاهم راس مال في الاول، وبس كان عندهم نية واصرار ناحية الشغل، زي نيتك كده مع الكورسات اللي انت مأجلها من اول الاجازة. ابدأ بأي حاجة، ابدأ بحاجة بسيطة، سواء مثلا منتج بتعرف تعمله بإيدك أو خدمة أنت بتعرف تعملها واعرضها على السوشيال ميديا. أنت ما أنتش محتاج رأس مال، أنت محتاج إنك تقاوم وتبطل كسل وتبطل تأجل. ولو وقعت ما عادي، اقع يا سيدي، اقع مرة واتنين وتلاتة وعشرة، اللي بيقع وبيقوم هو اللي بينجح وبيكمل للآخر. فمشروعك يستاهل إنك تفضل تعافر عشانه وتطلع من وسط الزحمة وتسيب بصمتك. انت بقى لو عوزت اي حاجة قولي في الكومنتات.